ما تعرفنا ريشة شوف عيشتنا اللي بدت عشرتنا سوليدير جيسكالا. من جانب النادي الصفاقسي عبد الكريم النفطي، شنو تبدل في الزوج مباريات الاخيره نحكي ديما فنيا في النادي الصفاقسي مقارنه بما كان عليه الحال وقت وجود سانتوس؟ تمت اقاله سانتوس في انتظار نتائج المفاوضات، كيفاش ستؤول المفاوضات الماليه؟ اليوم ثم المدير الفني هو اللي شاد الفريق، شاد ضد الملعب التونسي واليوم ضد الترجي الرياضي التونسي. ماذا تغير فنيا في النادي الرياضي الصفاقسي؟ والله قبل كل شيء لم يتغير شيء على مستوى صفاقس مريضة، صفاقس حزينة، 3 هزائم على مستوى الافريقي، 3 هزائم على مستوى المحلي، جمهور متقلق. احنا اليوم فقدنا يظهر لي بالستريس وبالمشاكل اللي صارت، نترحموا عليهم الكل، يظهر لي اكثر من 3 محبين باش يعرفوا قيمة النادي الصفاقسي والفريق هذايا شنو هو يمثل المدينه ككل، اكثر من 1,000,000 ساكن. لازم العباد كي يقولوا النادي الصفاقسي يفهموا واش معناتها الشعار هذا، شي يعطي، شي يفرح عباد، شي يحزن عباد، وشي يعمل مشاكل في ديار الناس كبيره. كلنا مرضى، صفاقس مريضه، نحبوا لا نكرهوا، لكن ديما نقول انا الصرح يمرض ولا يموت، يقوم بشكون؟ بولاده، برجاله، بعائلته اللي تحبوا تدافع عليه في الباهي والخايب، خاصة في الأزمات يكونوا موجودين ويجريوا ويبكيوا باش ينجحوا الفريق هذا. مش مشكل من بعد تطيشوا وتجيب لي من بعده، ما عندوش مشكل، مفيد أن يشوف الصورة المزيانة للنادي الرياضي الصفاقسي. فنيا الملعب التونسي باش تعرف اللي انت النادي الصفاقسي اللي نحكي عليه توا، الملعب التونسي ربح زوز بلاش، دوزيام ميتون رجع كومبليتمون. يحكي قبيله طارق على ريجي كامب في الاخر مش يلعب ضد النادي الرياضي الصفاقسي مهما يكون، خاسر 6 مباريات، مريض، تعب، يعرف ضد شكون باش يلعب، باش يلعب ضد جمعيه النادي الصفاقسي في الطيب المهيري، يلعب ضد فريق له حجمه على المستوى المحلي والعربي والافريقي. هيك علاش اليوم ريجي كامب كما حكى طارق قال خسرت ميتان، عنده حق، ماكش باش يجي طيب مهيري في التنزل، هو يعرف الشيء هذا، كنزار يعرف الشيء هذا. الشوط الثاني وربح زوز بلاش وكان ينجم في الشوط الاول يكملوا ب3 ولا 4، هكا ولا سمير؟ صحيح، هكا ولا خاصة في 7 دقائق الأولى. 7 دقائق الأولى.